السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة ان شاء الله سهل وبسيط، هنعمل فيه عجينة القطايف بكوباية دقيق واحدة. هتعملي كمية كبيرة ان شاء الله. طريقتها سهلة وبسيطة ومش مكلفة بالمرة. الطبق دلوقتي بره بيتباع ب 15 جنيه، بيعمل لك 10 وحدات تقريبا بالكتير كده، 12 13 واحدة. احنا بقى كوباية دقيق واحدة هتعملي منها هنقول ايه، انجر، كمية وفيرة لا بأس بيها. وعلى بركة الله هنبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقادير معانا زي ما انتم شايفين سهله وبسيطه. اول حاجه معايا كوبايه من الدقيق متعدد الاغراض، كوبايه وتلت من الميه، معانا هنا ربع معلقه صغيره كده من الملح، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره ممسوحه من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من دقيق السميد او دقيق البسبوسه. كوبايه الدقيق هتاخد كوبايه الميه، وقد كميه دقيق السميد هتحط لها ميه هي كمان. تمام، عشان تبقى ايه واضحه بالنسبه لكم. في الخلاط هحط الميه وهحط الدقيق وهحط الملح والخميره والسكر وكمان دقيق السميد او دقيق البسبوسه او دقيق السمولينا. كل الكلام ده هينضرب كويس جدا 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 مع بعضه في الخلاط لحد كل المكونات بتاعتنا ما تتندمج وتتجانس ويبقى شكلها كده. يهمني قوي ان المواد كلها تبقى سايله برده، ما تبقاش سميكه ولا تبقى اللي هي ميه خالص يعني. نركنها على جنب كده ربع ساعه ترتاح او نص ساعه، وبعد كده الطاسه هتبقى سخنه جدا على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الطاسه تيفال، لو هتستخدمي طاسه الومنيوم يبقى هتدهنيها. انا ما جربتش صراحه يعني. الصينيه بقى على ما الصينيه تسخن كده، الطاسه على ما تسخن بجهز الصينيه والفوطه اللي هبدا بمجرد ما هتطلع القطايف معايا وتستوي هحطها عليها فورا، وهجيب فوطه تانية عشان اغطيها عشان لما تبرد تبقى طريه معايا وما تنشفش. تمام. نرجع بقى لمرجوعنا. الطاسه بتاعتنا سخنت قوي، نقول بسم الله وننزل كده بالقطايف، ويا اما تصبيها زي ما انا صبيت كده من الدورق بتاع الخلاط على طول، يا اما بكبشه، يا اما تعاير بمعلقه زي ما يريحك يعني. اول واحده بتطلع معاكي حلوه خير وبركه، طلعت معاكي بزلومه مفيش اي مشاكل خالص، اللي بعدها تطلع احسن ان شاء الله. بصي بمجرد ما بتنزل كده بتبدا تعمل فقاقيع وخلاص بتلاقي العجينه بتاعتك بدات تنشف، بصي تشيليها فورا. هي كده كده هتكمل تسويتها كمان في التقليه وهي بتتقلى يعني وهي بتتقلي. هزقها كده على جنب عشان تاخد لون بسيط بس من تحت، وهعمل واحده كمان بنفس الشكل. بصوا بقى الفقاقيع والمسامات بتاعتها ما شاء الله، حاولت اظهرها لكم على قد ما اقدر. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، حلوه جدا جدا، طريه وريحتها جميله، لو كلتيها بعد ما بتستوي كده حتى حلوه قوي. نعمل كمان تاني. ادي طلعت طالعه لبره كده سيكه، مفيش اي مشكله خالص. بالنسبه بالحجم بقى بتتحكمي فيه براحتك، عايزاها كبيره شويه تمام، عايزاها عصافيري اللي هي المدوره الصغننه دي برضو مفيش مشكله، عايزاها وسط فده يرجع لك انتي. الكبيره ممكن تبقي تعمليها زي مبرومه كده قرطاس وتحشيها بالكريمه، بتبقى حلوه جدا جدا. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ ما احتجتش ابدا ابدا ان انا ادهن الطاسه بتاعتي باي ماده دهنيه. بصوا المسامات بتاعتها وطريه وما شاء الله لا قوه الا بالله، ما خدتش وقت خالص، مش مكلفه نهائي. كوبايه دقيق عملت لك كميه حلوه قوي. بين كل طرحه والتانيه بتبداي تمسحي الطاسه كويس بمنديل زي ما انت شفتي كده، عشان خاطر لو في حاجه لازقه بسيطه بس ما تحرقش اللي بعده. بصوا بقى هنا، قربوا كده معايا وبصوا، حاولت اقربها على قد ما اقدر، طفيت الفلاش طفيت النور مش عارفه اعمل ايه تاني. بصوا اهي المسامات بدات تظهر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده تمام. بصوا خلاص كده بدأت تنشف معايا وتجف وخلاص بقت زي الفل. خلصت كل الكمية بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين بين كل يعني بقيت احط القطايف واغطي بالفوطة. شايفين ما شاء الله المسام عاملة ازاي؟ شايفين طرية ازاي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. حلوة جدا جدا زي اللي بتجيبيها من بره، وكمان طبعا انضف واوفر و احلى. كفايه انك عاملاها بايدك بس في البيت. بصوا بحاول اقرب لكم، شوفوا المسامات عامله ازاي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا جدا. اهم حاجه في الموضوع كله انك بعد ما تعمليها طبعا بتحطيها على فوطه وتغطيها بفوطه تانية، ولو حابه تحتفظي بيها في الفريزر هتحطيها في الطبق الفويل بتاعك وتحطي تغطيها كويس قوي عشان خاطر الميه ما تعرقش منك وتتهري بعد كده، وتطلعيها وقت ما تحبي تستخدميها تسيبيها تفك وتبداي تشتغلي بيها على طول. هنا بقى لو انت عايزه تعملي مثلا قطايف بالكريمه او كذا، هتبرميها كده وتعمليها زي القرطاس او الكورن يعني، وبعد كده تبداي تحشيها وتغطسيها بقى في اي نوع مكسرات او جوز هند زي ما تحبي، بتبقى طعمها حلو قوي برده مفيش اي مشكله. انا هنا بحاول اوريكي على قد ما اقدر. بصوا قد ايه طريه وقد ايه بتمسك معايا بسهوله جدا جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله.
ان شاء الله الطريقه دي جربيها وهتعجبك قوي، يا اما تعمليها بالطريقه الهلاليه المعتاده المصريه بتاعتنا. طيب تعالوا بقى نحشي كده شويه منها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي القطايف بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا طريه قد ايه. اللهم بارك. انا فرحانه جدا بالنتيجه بتاعتها، عملتها من اكتر من 5 سنين او 4 سنين وكانت مبهره بالنسبه لي، ودي تالت مره اعملها. هنا معايا جوز هند وسوداني وزبيب، ده اللي انا هحشي بيه. ممكن تحشي باي نوع تاني مكسرات زي ما انت حابه، ممكن كمان تحشي بالتمر وجبنه الموتزاريلا، بس تقفلي كويس قوي قوي القطايف بتاعتك، وكمان تعمليها حجمها كبير شويه عشان تسمح للجبنه ان هي تسيح وتاخد راحتها معاها. تبداي بقى تقفلي كده وتدبسيها كويس قوي قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا ما شاء الله ممتازه. ده الحجم اللي هو العادي. تمام. نيجي بقى للحجم الوسط، نفس الكلام بس هتقللي الكميه شويه عشان ما تفتحش معاكي اثناء التقليه او القليه، يعني وهي بتتقلي كده ما تفتحش. اضغطي كده كويس قوي قوي، وهي كمان مساعداكي ما شاء الله ان هي تلزق في بعضها. دي بقى الكبيره. الكبيره اللي هي ممكن تتعمل زي ما قلنا وهي نيه كده، وتتحشي بالكريمه او ميكس كريمه على كريم باتيسير على جبنه مربعات. برضو ترجعي تقفلي كويس جدا جدا بالشكل ده. وبرده الكبيره دي هي اللي انا قلت لك عليها، ممكن تحشيها بالتمر والجبنه الموتزاريلا، بتبقى حلوه جدا بامر الله. دي العصافيري اللي هي الصغيره، ودي يا دوب بتحطي فيها زبيبيايه على سودانيه صغننه على رشه جوز هند، وتبداي تقفليها كده. في ناس بتحبها كبيره، ناس بتحبها وسط، ناس بتحبها عصافيري صغيره. انا كده عملت لك كل المقاسات وكل الاحجام من نفس العجينه. طبعا ليكي حريه الاختيار، اعملي بقى اللي انت عايزاه. ادي الكبيره اهي. عايزه اقول لكم كمان ان من عجينه القطايف دي ممكن تحشيها لحمه مفرومه. لحمه مفرومه يا سندس، قسما بالله عملتها السنه اللي فاتت في رمضان لاهلي، كانوا معزومين عندي، وحشيتها باللحمه المفرومه، بس عملت الحجم بتاعها كبير شويه، يعني خليتها مدوره اكتر، يعني زي مثلا هنقول بانكيك الكبير. وحشيتها باللحمه المفرومه المتعصجه، التعصيجه العاديه خالص اللي هي بتاعه المكرونه بالبشاميل وبتاعه الجلاش وكذا. وحشيتها وقفلتها كويس قوي قوي، وقالتها كانت تحفه. كده عملت معاكم بقى اكتر من مقاس زي ما انتم شايفين، وطبعا على مقالتها وشربت الشربات بتاعها. شربتها كوبايتين من السكر على كوبايه ونص من الميه، عصره ليمونه، والفانيليا بتغلي 10 دقائق، وبعد كده بتطفي عليها. تبقى القطايف بتاعتك سخنه وهي مقليه والشربات بتاعك بارد، وتحطيها في قلبها كده وتشيليها وتاكليها بالف هنا وشفا. دي بس اللي انا لحقتها يا جماعه، معلش وبعتذر، لان انا لما عملتها كنا تحت عند حماتي، على ما خلصتها قليه وطلعت بقى اصلي واشوف اللي ورايا، لقيتهم ما شاء الله بالهنا والشفا كلوها. فدي اللي لحقتها عشان الحق بس اوريكم المصداقيه بتاعه الشغل. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب لو وصلتوا معانا لحد هنا، وتشوفوا محتوى القناه وتقيموه. ولو عجبكم ما تنسوش تدعوا لينا دعوه حلوه بظهر الغيب، ولكم بالمثل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اسيبكم في رعايه الله وامنه، وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب، وربنا يعود الايام علينا كلنا بالخير. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.